السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحشتوني جدا يا احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر. فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد عن القناة بتاعتنا. القناة بتاعتنا هتعجبك جدا، فيها روتينات، فيها وصفات، فيها اكلات، فيها كلام ستات، فيها حاجات حلوة جدا جدا هتعجبك قوي. ادخلي اتفرجي على الفيديو، وتدوسي لايك، وادخلي خدي لك لفه في القناه. لو انت اول مره تشوفي قناتي وتشوفي الفيديو بتاعك، خشي خدي لك لفه في القناه وشوفي الفيديوهات بتاعتنا، هتعجبك جدا جدا. شوفي انهي فيديو عجبك فيهم واكتبي لي تعليق في الفيديو اللي يعجبك وقولي لي زودي من الطريقه دي كتير، وهعمل لك منها فيديوهات كتير جدا. ان شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم وتنول اعجابكم ان شاء الله. ويا ريت بقى شير وسبسكرايب كتير واشتراكات كتير يعني، ولايكات كتير وتعليقات كتير، لان انتوا فعلا مقصرين معايا جدا في اللايكات وفي التعليقات. يا ريت اللي بيشوف الفيديو يدوس لايك، مش هتخسر اي حاجه. انا بيجيلي عدد مشاهدات كبير، بس لما بشوف العدد المشاهدات ببص قدام منها على اللايك، ما بلاقيش لايكات خالص. على الاقل اكتر من التعليق، اللايك اهم، لان اللايك بيرفع الفيديو اكتر واكتر للناس اكتر تشوفه. ساعديني بده زي ما انا بقدر اساعدك بحاجه بعرفها او بجربها وبحاول انقلها ليكي ان هي توفر معاكي او حاجه تفيدك او تشجعك. زي ما انا بتعب في تصوير الفيديو عشان استفاد منه وافيدك، في نفس الوقت فيديني بلايك حلو يا ريت لو سمحتي. شكرا ليكي ولذوقك مقدما على اي حاجه بتعمليها حلوه يا ست الكل، يا ست الامارات كلها. بنعمل ايه بقى النهارده؟ بنعمل صابون سائل للمطبخ والغسيل المواعين ولكل استخداماتك جوه المطبخ. صدقيني اقسم بالله حلو جدا وموفر جدا جدا. ايه بقى يا امان اللي بتعمليه؟ بصوا يا ستي، دي صابونة صنلايت. عايزه تعمليه بصابون صنلايت؟ انا بفضل جدا صابون صنلايت ومتوفر جدا. الصابونه دي ب6 جنيه. الصابونه دي ب6 جنيه. انا بحب الصابون ده جدا. ليه؟ عشان بالذات الصابون المواعين اللي هي بالليمون دي بتدي ريحه جباره، والله ما بتحتاجيش معطر نهائي، ما بتحطيش معطر ليمون خالص، هي جباره. لكن ممكن تعملي بالصابون البلدي. ممكن لو انتي بتعملي صابون بلدي في البيت تعملي منه، دي حاجه ترجع لك. تمام. لكن انا بعشق صابون الصنلايت ده، بحبه جدا. الطريقه دي عجبتني، انا شفتها. انا اول مره اجرب الطريقه دي بالمنظر ده. انا بعمل صابون سائل بطريقه تانية، بس الطريقه دي انا اول مره اجربها كده فعلي، قلت اجربها معاكم ونشوف طريقتها ايه، وهستخدمها ان شاء الله معاكم في الفيديوهات الجايه وهقول لكم. بس هي عامه مبشره بالخير من ريحتها اولا، وجربت حبه منها صغيره، لا قمر وعجبتني جدا. وزي ما شفتوا في اول الفيديو رغوتها عامله ازاي، واديكوا قدامي اهوت. انا كل اللي انا عملته ايه؟ بشرت الصابونه كويس قوي قوي. هي اصلا سهله وبسيطه في بشرها جدا. بعد ما انا عملت صابونه واحده قلت عشان خاطر لو ما عجبتنيش الطريقه او الوصفه ما بقاش هدرت كميه كبيره، ممكن تعملي بكميه بصابونه واتنين، لان هي فعلا تستاهل التجربه. عملت بشرت الصابونه وضربتها شويه بالمضرب، فطبعا هي بتحتاج حبه تقليب محترمين عشان يبوشوا. فقلت بقى المضرب هيوجعنا ايدينا لف ودوران، رحت مشغله الهاند بلندر ورحت. وصلت لمرحله ان هي شبه الكريم شانتيه قوي كده، بمعنى اصح كريمه زي ما بيتقال. لكن هي بصراحه ريحتها قلبت لي الشقه، مش المطبخ، إيه الشقه والله بدون مبالغه. والرغوه هتشوفوها عامله ازاي، شفتوها في اول الفيديو وهوريكم، هتشوفوا معايا التفاصيل كلها. انا كده ضربتها كويس قوي قوي قوي. الصابونه بتاخد نص لتر ميه، يعني كوبايتين ميه. الكوبايه الازاز اللي انا عايرت بيها دي 200 ملي، يعني كوبايتين ونص تقريبا. تمام، 500 ملي. فانا عملت كوبايتين ونص ميه على الصابونه، بشرتها ووصلتها للمرحله دي وسبتها خالص تبرد مع نفسها خالص. حلو. رحت ماسكه بعد كده بقى الطبق بتاعي الحلو ده، حطيت فيه معلقتين سكر كبار، معلقه نشا، معلقه كربوناتو. حلو كده الكلام لغايه دلوقتي. قلبي ده كويس قوي بنجيهم مع بعض. السكر بيعلي الرغوه، الكربوناتو بتنضف جدا وبتساعد على النظافه والتلميع والتزييق.
النشا بتدي سمك وتربط ال اسمه ايه ده الصابون نفسه. تمام. بس نزلت عليهم كده بكوبايه ميه عاديه جدا من الحنفيه، مش مستاهله اي حاجه خالص. هتقلبيهم كويس لحد ما تدوب مع بعض كويس جدا. وبعد كده بقى هننزل. بصوا، عشان انا بس ايه كنت متضايقه جدا، اللون خلص وما كنتش اعرف، ما كانش فيه غير النقطتين دول. فطبعا كان ضعيف جدا جدا النقطه دي بالظبط. هم اللي نزلوا من الازازه فعليا نقطه ونقطه بدون مبالغه والله العظيم، نقطه يمكن نص نقطه كمان. فطبعا اللون كان ضعيف قوي. فان شاء الله يعني هستخدمه بقى على كده وخلاص. والفيديوهات الجايه ان شاء الله هتلاقوا بقى الالوان موجوده باذن الله. ده ايه بقى؟ ده صودا كاوية، ده بوتاس، ده حجر تسليك مجاري. زي ما بيتقال يعني بلغتكم. واللي عرفني الاسامي دي ام روكا حبيبه قلبي، هي اللي شجعتني اصلا ان انا اعمل صابون في البيت يعني من قبل ما افتح القناه اساسا. هي السبب، ربنا يخليها لي يا رب، حبيبتي قدوتي في المنظفات ام روكا بجد. ربنا يديها الصحه يا رب ويصلح لها حالها وحال بناتها يا رب. المهم نزلت بيدوبك في 4 معالق ميه. حطيت بمقام المعلقه الخشب الصغيره دي، حطيت 3 معالق تقريبا او 4 معالق، ان هي صغيره جدا. انت مش قادره يعني، الكاميرا كمان مش بيبين لكم حجمها، دي يعتبر مسح. تمام. بس. وده الصابون شفتوه تقله وعمل ازاي بعد ما سبته حوالي نص ساعه. سبته هدي خالص. فلقيته بقى شبه اللي هو بقى يعني ايه، شبه هقول لكم النشا لما بنعملها بميه بتبقى اسمها ايه، بلوزه شويه، تقيل كده شويه. تمام. بس رحت نازله عليه بلتر ميه ورحت ضرباه كويس قوي كده زي ما انتم شايفين. حلو. وبعد كده رحت ماسكه بقى الطبق اللي انا لو عملت فيه اللون مع النشا مع الماء مع الكربونات ومع السكر وكل الكلام ده، قلبته كويس قوي، اديتهم تقليبه محترمه. والطبق بتاع الصودا او البطاطس سبته يبرد خالص طبعا. ونزلت واحده واحده مع سرعه التقليب. ايه رايكم في الكلمه دي؟ مع سرعه التقليب قلب لماده التكسابون او التايروز، المواد بتاعه المنظفات اللي هي بتبقى سميكه وغليظه. تمام. طبعا اللون الاورنج ده عشان خاطر اللون اللي اتصدمت في الاخر من النقطتين اللي معموليش اي لون في الاخر. المهم ان شاء الله هنزل اجيب خامات باذن الله وهنصور مع بعض. تنزلي بقى طبعا بايد وتقلبي بايد تانية بسرعه الصاروخ زي ما بيتقال. تمام. تبتدي بقى تزودي لتر لتر واحده واحده. انت كده حطيتي كل الخامات بتاعتك. تمام. تبتدي بقى تزودي ايه، لتر لتر حسب كميتك. انا عملت حوالي 6 لتر ميه. تمام. انا حطيت لتر ونص في الاول، وادي لتر اهو، ولتر تاني، ادي كده حوالي 3 لتر ونص. ولسه هزود كل شوية، هقلب كويس واحط كل املأ ازازة المية دي. انا عايرت بيها عشان خاطر ابقى عارفة انا عملت ايه بالظبط، ما حطيتش عشوائي. وما عنديش معيار للكوباية المعيار الكبيرة دي. فطبعا ازاز البيبسي مالية بيوتنا كلنا يعني، اللي هي اللتر. هتملي ازازة منها وتحطي كل شوية، تملي ازازة وتحطي. انا لغاية دلوقتي حاطة 4 5. هتلاقيني حاطة كمان 1 6، ادي 6 لتر ونص تقريبا عملتهم لحد ما جبت القوام اللي انا عايزاه. بس حبايبي، احب اقول لكم انا لا لسه في مكونات تانية عشان ما انساش. دي انا كان عندي الصابون بقى ده اللي انا مصنعاه في البيت، ده من تحت تربية ايدو مروكة. حبيبتي هي اللي علمتني اللي انا اعمل الصابون ده بخامات الصابون نفسها. جايباها من عند بتوع المنظفات اللي في شارع الجيش. فكنت عاملة واحد بالجليسرين اللي هو الشفاف الاولاني، وده واحد صابون سائل عادي وده اللون بتاعه الاصفر. ده اللون الصابون بقى اللي انا بحطه اصلا اللون، وبيدي اللون ده. فطبعا كانت الكمية اللي عندي كلها خلصت بقى النقطتين دول فحطيتهم وخلاص. المهم يعني، فالصابون الكوبايتين دول حوالي يعني 400 جرام، اقل من نص كيلو، حطيتهم عليه. طبعا انت ممكن تجيبي كيلو صابون من بتاع المنظفات وتحطيه في الميه وفي الصابون وتزودي تقلبيه. ليه بقى بنحط كيلو الصابون ده؟ لان زي ما بنعمل الزبادي، مش لما تيجي تعملي زبادي في البيت بتحطي علبة زبادي خميرة عشان خاطر الزبادي يتعمل؟ نفس الكلام. الكيس الصابون اللي بتجيبيه او الصابون اللي بتجيبيه سايب من عند بتاع المنظفات وتحطيه في الكمية دي كلها. هقولك ليه، لان هو كله خامات
بتاعة المنظفات، فبتتقل وبتعمل سمك وبتدي مواد كتير احنا ممكن وفرناها من الكيلو اللي احنا جبناه ده. بصوا بقى رغوة الصابون عاملة ازاي، والله حلو جدا، والله حلو جدا، وريحته ما احتجتش احط ريحة. بصوا وانا على طول استخدمته في وقتها، والله ما كان هدي، انا يا دوبك عملته واستخدمته في وقتها قدامكم ملحقش يهدى. ان شاء الله طريقة الصابون التانية اللي انا اتعلمتها من مروكة هعملها معاكم، وهذكر اسمها فيها، وهقول لكم الفيديو اللي انا اتعلمت فيه منها انهي، وهعمل لكم فيه احطه لكم في تعليق مثبت عشان تخشوا تشوفوها عليها. حبايبي هي ست محترمة جدا فوق الوصف، اتفرجوا عليها وشوفوها تعجبكم قوي قوي قوي، وانا اتعلمت منها كتير، ربنا يخليك لينا. دي بقى لما تاني يوم هدي، انا مصورها لكم الصبح تاني يوم كده لما هدي من الرغوه خالص. بصوا سمكه عامل ازاي، والله حلو جدا. لو عجبك الفيديو دوسوا لايك وما تنسوش الاشتراك. السلام عليكم.